شنو؟ روح لها روح. لهل يا بابا خلاص قلنا لك روح لها، لا تطولها يا اخي. هذه لهل يا عمي روح، قلنا لك لهل، افهم يا عمي. شلون لهل؟ الحين هذول صار اخواني، هذا ما تصير لهل. على هذه وقفت انت. خوش اهل. روح عمي روح. انا نتمشي على الرصيف. كيف انت شلون تقزين وتفترين بدون لا تدقين علي؟ شلون؟ والله قاعد دقدق عليك وما ترد علي، شلون يعني؟ تدقدقين علي وما رد عليش؟ اي شلون هذه بالله فهميني. ترى فهد ها؟ خليني اقول لك. قل لي بالله قل لي. قل لي يا قلب قل لي يا قلب قل لي يا قلب قل لي يا قل لي درن 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 درن. شنو الموضوع؟ لا بس قاعد نعلق على البدليات. بابا روح شد تعلق على البدليات. والليل من هاللي انا الحين هذا توني بغرد. نرجع لكم من جديد خلال شاشة تلفزيون الكويت، ما زلنا متواصلين وياكم وعقب ما شفنا هذا المشهد الحلو والمميز من بوسارة في العمارة. يعني العمل ويا طارق العلي مختلف ومميز، بس على طاري العمل مع طارق العلي هني في أسئلة وايد يعني الجروب مال فيسبوك اليوم متروس من أسئلة فهد. أول شيء تحية قبل لا تقول الأسئلة، تحية خاصة من صديق وزميل عزيز يحبك ويموت عليك. منو؟ عبيد النصاب. على راسي هذا الانسان بعد في خدمه راح يقدمها لي. عبد الله النصاب امس مقدمها لي واليوم يعني بيكملها ضروري. عبد الله النصار هذا اخوي الحبيب واموت فيه انا واموت باخوه ايضا عبد العزيز، كلهم حبايبي اخواني. صحيح. بالحديث عن التحيات بس في تحية ايضا، بس تحية صغيرة قبل لا اروح لك يا عبد الرحمن. من سالم نعنزي نوجه له تحية، يقول منورين اليوم بالحلقة. الله يسلمك. لازم شكرا يا اقول سالم. اذكر الناس اللي دائما يتواصلون معنا. اول شيء السولة البناي توجه لك تحية وتقول لك فهد انا احبك وايد ومن اشد معجبينك واتابع لك كل شيء، ومسلسلك خطير ما شاء الله عليك، مبدع ومتألق فيه. تقول عندها سؤال حقك، فهد الصور اللي تدزهم لك بالتويتر يوصلوا لك ولا ما يوصلوا لك؟ يوصلوا لي بس قول السؤال الثاني. اوكي الحين السؤال الجاي منو وينها؟ لان في سؤال وايد حلو هني على ما الدوره. خلينا نقول على تويتر الصور ترى يا جماعه والله اتمنى تعذروني انا واخواني الممثلين والفنانين. ترى والله العظيم ما في وقت، والله ما في وقت. اذا في وقت احنا بالعكس نتشرف واحنا نرد عليكم، بس فعلا صدق ما في وقت. ما قاعد نشوف عروض، كثره عروض. النوم انا ترى نايم قبل شوي، ترى صار لي ساعتين نايم، بس ساعتين صح. يعني يعطيكم العافيه. امس كانت اخر عروض مسرحيه فهد حتى عازمني على السينما وللحين ما وداني. على طريق العزيمه ترى هو عازم فرحان العلي للحين قاعد يتشكى مسكين يبي ياكل للحين ما رد له. دام انت فتحت على للحين ما اكل. انا اسف فرحان ان شاء الله قريب والله قريب. زين السؤال الحين من مها الاحمد، حسبي الله على بيتك. سؤال تقول لك انت فنان مبدع ومتالق وكمل على هالمستوى واستمر على تواضعك ولا تاخذك صفه الغرور، لان الغرور مقبره كل فنان. وانا اقول للمخرج نعمان حسين لو سمحت نبي فهود بالفلتة 2، انت ما خليته يمثل بالجزء الاول بس لو سمحت نبيه بالجزء الثاني، وهذا طلب مني ومن كل جمهور فهد. وتحيه حق نعمان حسين عاشقه فهد البناي مها. شنو تعليقك على موضوع الفلتة؟ والله الفلتة يعني شهادتي فيه مجروحة. الفلتة خذ صيت جميل وحقق نجاح للأمانة ويستاهل، لأنه عمل حلو. حتى أنا وايد استمتعت بالفنان طارق العلي ومعلي معاه. طارق العلي من زمان أنا ناطر صراحة إني أشوفه بهالوقت. ترى طارق العلي من بدايته ما مثل هالنوعية من الشخصيات، فشيء حلو. الله يوفقهم يعني، يعطيهم العافيه. سؤال حبيب قلبي سالتك اياه قبل 3 سنوات، برد اذكرك فيه. شنو؟ تحيه كبيره حق الوالد وابونا العود محمد البناي، الفنان الجميل المبدع هذا. يا حبيبي محمد البناي وارتباط اسمه باسم ولده فهد البناي ما يحط على عاتقك حمل ثقيل، كونك لازم تبدع في هذا المجال على اساس انك تمشي على خطى الوالد اللي ما شاء الله عليه كان مبدع في مجال الفن والطرب والغنى. والله اتوقع راح اجاوبك نفس الاجابه. اكيد هو حمل كبير، وانا احرص دائما اني انا اخذ رايه في كل شيء، في كل صغيره وكل كبيره. يمكن ابوي وقف عن الغنى مبكر، صحيح. وهو الحين في الوقت هذا قاعد يشد من ازري وقاعد يقول لي لا توقف مبكر، قاعد ينصحني ان انت فيك طاقه وانت راح تعطي. وللامانه يعني انا اشوفه بما انه خصوصا انه في المجال الغنى يعني، بس انا
في المجال الفني اخذ رايه بكل شيء، وهو الناقد الرسمي انا اقولها في كل مكان. العود. واي العود، الله يعطيه الله يعطيه العمر ان شاء الله ويطول العمر أجمل للكل. تحية الفنان الكبير محمد البناي، وخصوصا يمكن احنا نتذكر اغنيته المعروفة دوارة. احنا نقول لك يا ابونا ابو فهد الله ان يسلمك. احنا مشتاقين لك، وان شاء الله نشوفك عما قريب في الساحة. يمكن الوقت معك كان جميل ولذيذ، لكن بنفس الوقت ان اسئلتنا ما خلصت، لكن بالجانب الاخر حلقتنا هي اللي خلصت خلصت. وياك. احنا نشكر وجودك ويانا اكيد، ونشكر ايضا كل الناس اللي تابعونا عبر شاشه القناه الاولى والفضائيه الكويتيه في برنامج كافيه شبابي. ان شاء الله رح تودعون الفنان فهد البناي، لكن بالنهايه والختام خلوني اشكر مجمع البستان على هذه الاستضافه الجميله، وهذه اول حلقه تكون في مجمع البستان. بالاضافه ايضا احب اشكر صالون جلامر التابع لخبيره التجميل الكويتيه عبير الياسين، وتحديدا انت حافظ اسمها منو خبيره التجميل؟ مريم. مريم السالم. مريم السالم دائما يذكرني فيها مريم السالم. واشكركم شباب عندكم. واحنا نشكرك، شكر. وانا اشكر شكر خاص وكبير حق دير ندير على تقديم الملابس لي في كل حلقه. فهد عازمني على الغداء ها؟ ان شاء الله. يما سامحيني يعني غداك نعم، وايد نعم. حلو، بس اليوم فهد عازمني على الغداء، يعني نخليها ان شاء الله وقت ثاني. الشكر موصول للامانه حق شخص عزيز على قلبي قاعد قدامي، اخوي حبيبي فهد البناي، مشكور يعطيك العافيه. حبيبي. على راسي من فوق على تلبيه الله يعافيك الله يعافيك. وانا اليوم وايد سعيد وتشرفت بوجودي معاكم. وانا ترى احب اقول حق اللي قاعد يشوفني بالفيسبوك وكتب، ترى قريت كل الكلام، مشكورين يعطيكم العافيه. اتمنى دوم ان شاء الله اقدم شيء يرضيكم واكون عند حسن ظنكم. إن شاء الله. ومره ثانيه لكم انا عادي ما عندي شكرا شغل. على ويانا، واكيد نقول عموماً، كلنا مع بعض مع نختم السلامة. كذا شبابي، مع السلامه. نشوفكم على خير ان شاء الله.